والد الدين بوجبا عنده ميزة كبيرة إنه هو رنر، لاعب بيجري من 18 ل 18 بيكمل. هنا كان ممكن يقول إنه محمد ممكن يفقد الكرة أو كده، لكن هو بيكمل وموجود في خط الستة، بيثبت الكرة قدام الحارس ويهيئها لجان كلود، وكان هدف مهم. هنا لاعب انجولا بيعاين وبيقول ما في زول وبيستلم الكرة بارتياح، فجأة بيلقى انه والد الدين ظهر له من ما في كده، فبضطر يرجع الكرة مرة تانية لحارس مرماو. الحارس برضه بيعاين وبيقول لا خلاص ممكن فاضي اللاعب يرجع له، فوالد الدين موجود وبيقطع الكرة وبيكمل، واللاعب بيعمل معه مخالفة اللي هي جا منها الهدف بتاع السودان في مباراة أنغولا. فدي ميزة كبيرة إنه يكون عندك لاعب بيكمل. كمان قاعد يتطور، يعني هنا فاول ممتاز جدا، خدت الحارس في حتة والهدف في حتة، ودي كلها كانت أهداف مؤثرة جدا وأهداف مهمة جدا بالنسبة للسودان. لكن الأميز كمان التطور، ده أجمل باص لعبه لاعب سوداني. الميزة دي يعني دي ميزة في والد الدين وقاعد يتطور، يعني ده باص من أجمل الباصات في المساحة وراء المدافع اللي في النص بيلعبها، ومحمد عبد الرحمن كمل وأنهى الهجمة بطريقة جميلة. شوف حتى احتفال محمد ذاته، يعني وقت الأخطاء لما تتكرر مشكلة، وضيوف عنده نفس الأخطاء دائما، ولأنه ما سريع خايف المدافع يجري، وما بيخليه بينه وبين بندي، وما في أي تفاهم مع زملائه. لو هو وقف معاهم في نفس الخط كان حيكون اوفسايد، لكن بيخلي اللاعب بيناتهم. ودايما اللفه ببره دي انت تاني ما بتحصل المهاجم، خلاص بيكون جرى وفات وبصل، ولولا انه فوفانا طلع في الوقت المناسب وواجه مهاجم سان بيدرو كان حيكون انفراد. هو اصلا انفراد كان حيكون هدف بالنسبه لفريق سان بيدرو. هنا بنشوف نفس الحكايه في كره الاهلي بنغازي. يلا هو هنا مخلي المهاجم بينه وبين مندي، ودايما مخليه في ظهره بيعاين بس للكوره. نفس الحكايه عاوز يلف هو ببره، انت دايما بتكون بين المهاجم وبين المرمى لحد ما انت تلف ببره كده تاني ما بتحصله. خلاص هنا بنشوف جون مانو بيفوت، وشوف الفرق في السرعات كيف مانو بيفوتوا بسهوله والمسافه بتبعد، ومندي البعيد جاي بسرعته كان اقرب، لكن خلاص ما هيحصلك طالما هو في السايد ده وجون مانو. فدي اخطاء لازم ينتبه لها ضيوف وايضا فلوران في مباراه الرد قدام سان بيدرو.